عايزك تركز معايا في الفيديو ده عشان حرفيا هيغير حياتك. عشان في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل اعلانات بالاي اي وتبيعها لرواد اعمال، شركات وبراندات قهوه وكمان براندات ملابس، عشان حرفيا تزود دخلك وانت قاعد في بيتك. ومش هضيع وقت معاك في كلام نظري، عشان في الفيديو ده انا هقول لك على خطه عمليه هتمشي عليها، وكمان برومتس جاهزه تخلي الاعلان مش باين ان هو معمول باي اي. ده غير طبعا ان هعلمك ازاي تجيب عميل وتعرض الخدمه بتاعتك وكمان تقفل الصفقه. بس قبل ما نبدا في حاجه مهمه جدا لسه مفتكرها. كان في حد في فيديو من الفيديوهات طالب مونتاج ستايل بتاع ماني لاب، وقلنا له لو التعليق وصل 400 لايك هننزله، والتعليق ما شاء الله جاب 500 لايك. فلو عايزين ننزل الستايل ده اكتب في الكومنتس عايزين ستايل ماني لاب وهننزله على طول. فيلا بينا نبدا. طيب خلينا نبدا بقى وهنشرح كده على وايت بورد الاول عشان افهمك الخطوات اللي انت هتمشي بيها عشان تقدر تعمل اعلان زي ده. طيب اول خطوه عندنا وهي التغذيه البصريه. ليه احنا بنعمل تغذيه بصريه؟ عشان نعمل الرسم المبدئي. طيب هو ايه برضو الرسم المبدئي؟ بنبدا نرسم مشهد مبدئي كده للحاجه اللي في دماغنا للاعلان، عشان نسهل على شات جي بي تي يقدر يطلع لنا النتيجه اللي في دماغنا بالظبط. واعرفك طبعا كل حاجه ازاي انا رسمت وازاي عملت تغذيه بصريه لحد اخر خطوه خالص هي التحريك. فهعرفك كل حاجه يعني ما تقلقش. الخطوه اللي بعد كده وهي شات جي بي تي. بعد ما بنبدا نرسم الشكل المبدئي زي ما قلت لك، بنبدا ناخد الصور دي او الرسمه اللي احنا عملناها دي ويبدا يحولها لنا لصوره احترافيه جدا. وشات جي بي تي هنا بيعمل لنا خطوتين، ان هو يحول لنا الصوره لصوره احترافيه الرسمه اللي احنا عملناها، وتاني خطوه وهي البرومبت، ان هو يكتب لنا البرومبت اللي هنحطه في اي ويب سايت يحول الصوره دي لفيديو، سواء بقى رانواي، كلينج اي اي، جيميناي اللي هو بتاع جوجل. كل الحاجات دي بتحول الصوره لفيديو. واخر خطوه خالص بقى وهي التحريك، وزي ما قلت لكم ممكن نستخدم جيميناي، رانواي، كلينج اي اي، كلها حاجات مجانيه تقدر تستخدمها. طيب تعالى بقى دلوقتي اوريك الرسم اللي انا عملته. انا رسمت كذا مشهد كده واعرفك انا بجيب الافكار دي منين. طبعا الرسم مش افضل حاجه، يعني ده رسم مبدئي جدا. بحاول بس ارسم المشهد اللي في دماغي. دي اول رسمه، وطبعا زي ما انتم شفتوا في الاول اعلان ان هو اعلان لمشروب ليمون. فده اول مشهد جه في دماغي، يبقى فيه ليمونه كده كانها بتتقسم نصين وبيطلع كده ميه وحاجات كده. يعني طبعا المشروب هيبقى على شكل كنز كده زي بيبسي زي الحاجات دي كلها. فالفكره اللي جت في دماغي او اللي انا خدتها يعني من فيديو تاني من اعلان تاني وهوريكم ازاي. وفي نقطه بس حابب اقولها لكم قبل ما نكمل، لو انت مش بتعرف ترسم خالص يعني ما بتحبش الرسم، في برضه طريقه تانية هقول لك ازاي برضه تستعملها، فمش هسيبك كده يعني ما تقلقش. تعمل برضه نتائج قويه جدا من غير ما تضطر ترسم. انا هشرح طريقتين وشوف المناسبه ليك واستخدمها. فده كان تاني مشهد، وده تالت مشهد. هيبقى المشهد كلوز اب كده على البرودكت او المنتج بتاع المشروب ده. ورابع مشهد بيبين البرودكت كله كده ويبقى فيه زوم ان بسيط عليه، كان يعني في شادو كده كانها من الاخر ترابيزه كده او مكتب، وعليها البرودكت، وفي كان في شعاع ضوء جاي من هنا. يعني ده كان المشهد التخيلي. طيب ازاي اصلا انا جبت فكره المشاهد دي؟ بكل بساطه هتشوف اعلانات شبيهه للحاجه اللي انت عايز ترسمها او الاعلان اللي انت عايز تعمله وهترسم زيه بالظبط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو دخلت على يوتيوب سواء اعلانات بيبسي او كوكاكولا، طبعا التذكير بس الحاجات دي مقاطعه طبعا ولسه مكملين، ولكن بصراحه هي الشركتين دولت من اقوى الحاجات اللي بتعمل اعلانات، فانا حبيت يكون ده الريفرنس. ولكن برضو زي ما قلت لكم احنا لسه مكملين في المقاطعه، انت بس بتاخد فكره اعلانات من عندهم. فمشهد زي ده مثلا هاخده سكرين شوت كده وهبدا ان انا انزله وسحبته كده على فوتوشوب. خلينا نكبره شويه. هتلاقي ان هو اصلا يعني شبيه بنسبه 90% من المشهد اللي انا عملته. فده كان الريفرنس او المرجع بتاعي. رسمت كنز بالشكل ده بنفس الميله بتاعت الكنز كده بنفس الفكره، بس الاضافه اللي انا عملتها ان انا ضفت ليمون هنا وليمون هنا والميه دي، وكمان ضفت ورقتين شجر كده كانها من شجره الليمون يعني. وطبعا الميه دي اصلا اوفرلي، فبحاول يعني احاكي الشكل. فهي دي الفكره بكل بساطه. بتشوف اعلانات وبتبدا تاخد ريفرنس وبترسم زيها بالظبط. يعني زي ما قلت لكم انا رسمت نفس شكل الكان ده، بس غيرت اللون لاصفر وحطيت عليها نفس الليمونه دي حطيتها هنا، وقللت الاوباستي وكتبت كلمه ماني لاب هنا وحاجات بسيطه. يعني ده مش رسم احترافي نهائي، اي حد بيعرف يرسم هيقول ده على ده يعني قرف، ولكن انت بتحاول بس توصل المعلومه عشان يبقى شات جي بي تي عارف المشهد بالظبط اللي انت محتاجه. ومثلا مشهد زي ده هتلاقي برضو ان هو شبيه بالفكره دي. ده الكان كده واقف كانه على مكتب،
وهيبقى فيه زوم ان عليه وفيه اضاءه هنا. فدي الطريقه اللي انا بجيب منها افكار زي دي. على فكره مش لازم خالص ان انت هتجيب كل افكار المشاهد من فيديو واحد او اعلان واحد، سواء البيبسي كوكاكولا اي حاجه. لا، انت ممكن تجيب شوت من هنا على شوت من هنا على حاجه تانية خالص، اعلان تاني خالص. فانت بتجمع بس مشاهد، مشهد من هنا من هنا من هنا، وتشوف زوايا كادرات معينه للكاميرا وبتحاول تاخد منها افكار. لكن مش شرط خالص تعتمد على اعلان واحد، لان انت لو اعتمدت على اعلان واحد فانت كده هتاخده كوبي بيست، واحنا مش عايزين كده خالص. احنا بنجمع افكار من كذا حاجه. يبقى احنا كده خلصنا اول حاجه اللي هي التغذيه البصريه وكمان الرسم المبدئي، كده تمام. ثالث خطوه وهي شات جي بي تي. هنبدا ندخل الصور دي على شات جي بي تي وهخليه يحولها لنا لصور احترافيه. فهفتح شات جي بي تي بالشكل ده واضيف له مثلا اول صوره اللي هي دي. اقول له ايه بقى؟ هكتب له بالعربي عادي. انا بتعامل مع شات جي بي تي حرفيا كانه واحد صاحبي، مش شرط بقى اكتب برومت احترافي بالانجليزي والحاجات دي. لا، انا بكتب له بالعربي وهو بيفهم وبيطلع نتائج حلوه جدا. فحتى لو الانجليزي بتاعك مش قد كده ما تقلقش يعني. فهقول له حول لي الصوره دي لمشهد احترافي متصور بكاميرا احترافيه مثلا. اقول له مثلا مع اضافه ضوء او اضواء، مثلا اضواء احترافيه، وكمان يكون فيه حركة في المشهد، وكمان مياه تبين انتعاش المنتج. حاجات كده يعني بتبدأ توصل له الفكرة اللي انت عايزه هو يعملها. ممكن اقول له برضو نقطة صغيرة، اقول له اتعامل كأنك مصور محترف بخبرة مثلا 20 سنة، مثلا اي هبد كده. طبعا انا مش افضل حاجة خالص في كتابة البرومت، اللي متخصص في الحاجة دي واللي شرحها لكم بالمناسبة البرنامج التدريبي بتاعنا هو نور. بس برضه هقول له نقطة كمان، هقول له عايز الصورة بمقاس 16 ل 9 عشان يبقى بالمقاس اللي هو العرض بتاع اليوتيوب يعني. وهبعت له الكلام ده وهستنى بقى النتيجة. دي النتيجة، وبصراحة أنا اندهشت جدا منها. يعني حاجة احترافية جدا فعلا، كأنها متصورة بكاميرا غالية جدا وكمان واقعية، مش باينة إن هي اي اي خالص. فبصراحة أنا مبسوط جدا من النتيجة. هعمل كده بقى في بقية الصور كلها. ممكن آخد نفس البرومت ده وممكن تحسنه كمان يعني. فطبعا اختصارا لوقت الفيديو لأن هو بيطول عشان يخلص نتيجة زي دي، فأنا عملت كل الصور دي. أول نتيجة، دي تاني نتيجة، ودي تالت نتيجة، ودي آخر نتيجة. وحطيتهم برضو بنفس الشكل ده عشان أوريك نتيجة قبل وبعد. دي النتيجة اللي احنا رسمينها، ودي النتيجة النهائية اللي شات جي بي تي عملها. طبعا يعني فرق شاسع جدا، وحاجات صراحة احترافية جدا. وكمان يعني تحسه كده ظابط اللوجو، ال- المية اللي على المنتج كده. لا، في تفاصيل كتيرة يعني بجد. لا، حاجة خرافية صراحة. طيب لحد هنا زي الفل. احنا كده خلصنا الصور وخلصنا شات جي بي تي بنسبة 50%. فاضل ال 50% التانيين وهي إنشاء البرومبت. هنخليه يعمل لنا برومبت لكل صورة بحيث تحرك الصور دي في سواء بقى جيميناي، رانواي، كرنج اي اي، اي حاجة انت عايزها. الفيديو ده الاف هيشوفوه، والسوق ده هيتملي بناس بتحاول تعمل نفس اللي انت بتعمله دلوقتي. الفرق الوحيد هل فعلا هتفضل واقف مكانك ولا هتدخل السوق ده وتبدا تكسب منه بالدولار. عشان كده البرنامج التدريبي لجامعه ماني لاب فتح برنامج 180 يوم، يعني حوالي 6 شهور، بنعلمك فيه 3 مهارات اساسيه وكمان مهارتين متضافين عليهم يخليك تبيع اغلى وكمان بمستوى اعلى. اولا سيكشن العقليه ومهارات التواصل، وده السيكشن اللي باشمهندس طاهر مؤسس الجامعه هو اللي عامله، وده اللي بيعلمك السوفت سكيلز وتغير عقليتك بحيث تبقى بتفكر حرفيا كانك مليونير. تاني سيكشن وهو سيكشن المونتاج اللي بعلمك فيه من الصفر خالص لحد ما تقدر تعمل ستايلات قويه جدا، وبعلمك التغذيه البصريه وحاجات تانية كتير. وتالت سيكشن وهو الجرافيك ديزايننج، وبعلمك ازاي تعمل ثامبنيل زي اللي عندنا على الشانل. ورابع سيكشن وهو الكلاينت اكوزيشن او البيع، بيعلمك ازاي توصل لعملاء وتقفل ديلز بارقام عاليه جدا. واخر سيكشن وهو الاي اي اسيستنت، بيعلمك ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي بحيث يكون موظف عندك شغال معاك 24 ساعه. ده زائد ان ضفنا فيه اكتر من 100 برومبت تقدر تستخدمهم. اكتر من 300 طالب جربوه فعلا وغيروا حياتهم 180 درجه، مش لانهم اذكى منك بس فعلا لانهم خدوا القرار وبداوا. لما قلنا السعر هيزيد الناس قالت ان انتوا بتضحكوا علينا، والنهارده السعر فعلا زاد وكمان قريب هيزيد اكتر. فانت قدامك اختيارين، يا اما تقفل الفيديو زي الفيديوهات اللي انت بتقفلها كل يوم، يا اما تبعت كلمه تفاصيل على واتساب وتغير حياتك. هتلاقي رقم خدمه العملاء في الديسكربشن، ابعت كلمه تفاصيل وهيتابعوا معاك على طول. هروح لشات جي بي تي تاني وهروح بقى للصور اللي انا عملتها طلعتها منه، احددهم كده كلهم وهبعتهم له كده. وهقول له بكل بساطة اكتب لي برومبت لكل صورة بحيث احركها، لا بحيث احولها لفيديو، بحيث احولها لفيديو. وهستخدم مثلا هقول له جوجل جيميناي لان ده اللي انا هستخدمه، جوجل جيميناي. وهقول له
عايز البرومبت بالانجليزي لان ساعات هو بيعمله بالعربي كده وبيعمل حاجات غريبه. وبرضه هقول له اتعامل كانك شغال في شركه مثلا بمرتب مثلا $10,000 مثلا عشان يعمل حاجه طبعا احترافيه. بس انا شايف ان كده تمام، برومبت بسيط اي هبد بس هطلع لنا نتائج حلوه انا متاكد. فخلينا نبعت له الكلام ده. طبعا انا كاتب كلمه انجليزي غلط بس يعني مش مهم، هو بيفهم صدقني. فهتلاقي ان هو كتب لكل صوره هنا برومبت ومرقمهم كمان. الخطوه اللي بعدها هنروح على التحريك. انا هستخدم جيميناي، عايز تستخدم ران واي تمام، كلين جي اي تمام، براحتك خالص. انا هروح على جيميناي. طيب انا جربت جيميناي وتقريبا في مشاكل، كنت بجرب تيست كده بس ما نفعش. يعني مش عارف المشكله من عندي ولا ايه، بس جرب بيه يعني هو نتائجه هايله صراحه. فممكن نقول لشات جي بي تي برضو غير البرومبتس بحيث تكون مناسبه لموقع ران واي. نجرب برضو، هتلاقي برضو ان هو كتب البرومبتس هنا. فخلينا ناخد اول برومبت ده اللي هو بتاع الليمونه المنقسمه دي، وهنروح لران واي هنضيف الصوره. اول ما بتضيف الصوره بتلاقي ان هو بيقول لك يعني كروب كده، حدد المقاسات دي، المقاسات اللي هي الموجوده في ران واي، فده اقرب حاجه للي احنا عايزينه. فهتضغط كروب وهنا بقى هتضيف البرومبت. بعدين نخليها مثلا 5 ثواني، ما اظنش ان احنا هنحتاج اكتر من كده. وهتضغط جنريت ونستنى بقى النتيجه، هل هتطلع كارثيه ولا هتطلع حلوه. جميل. لا حلو، حلو جدا. طبعا لو اشتغلت مع شات جي بي تي لكل صوره برومبت مخصوص واديته تفاصيل اكتر في المشهد اللي انت عايزه، هطلع لك نتيجه احسن من كده بكتير. فبصراحه انا كسلت وبعت له كل الصور وقلت له اعمل برومبت عشان احرك الصور، وما كتبتلوش برومبت قوي. يعني عارف ليه بحس ان جيميناي بيطلع كواليتي كويسه احسن من ران واي؟ بس للاسف ما رضاش يشتغل تقريبا، اصلا بقى مدفوع مش عارف يعني. برضو قولوا لي في الكومنتس. فخلينا ننزل اول مشهد اللي هو ده، وخلينا نمسح ده ونشيل البرومبت ده ونروح على تاني صورة اللي هي دي. نرجع لشات جي بي تي، وده كان البرومبت بتاعها، صورة الكان مع الليمون والمياه. هو ده البرومبت. فهناخد البرومبت ده كوبي وهنروح لران واي وهنحطه هنا كنترول في وهنضغط جنريت ونستنى النتيجة. فخلينا كده نشوف النتيجة. كويس جدا، لا حلو بجد عايش. هو بس هنا في اللوجو يعني ما ظبطهاش قوي، عمل حرف زيادة. بس احنا ممكن اصلا ناخد الحتة دي بس لحد هنا. لكن النتيجة بصراحة عجباني جدا. فخلينا ننزل تاني مشهد. طبعا انت ممكن تعمل اب سكيل ل 4K بس بياخد 10 كريدتس، فالكريدتس اللي معايا صراحة مش هتكفي. وخلينا نروح للمشهد اللي بعد كده. خلينا نمسح ده ونشيل البرومت ده ونضيف الصورة اللي بعد كده اللي هي دي، وهنروح للبرومت بتاعها اللي هو ده، صورة الكان اللي واقفة مع قطرات المياه. فهناخد ده كوبي وهنروح على رانوي تاني لأن هو ضافها هنا. لا احنا عايزين المقاس ده، ممكن نخليها فوق شوية كده، أظن كده تمام. وهنحط البرومت هنا وهنضغط جنريت ونشوف الكارثة اللي هو يعملها. لا جامد، جامد بجد، جامد قوي قوي قوي. ايه ده؟ ده انت لو مصور بكاميرا سينما مش هتعمل مشهد زي كده. لا لا بجد مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعي. عارفين تكلفة فيديو زي ده عشان يتصور انت بتتكلم مثلا في آلافات الدولارات عشان توصل لمشهد زي ده بالإضاءة وكواليتي الكاميرا والحاجات دي كلها. فانت عامله حرفيا بصفر ميزانية. فلا قوي جدا صراحة المشهد ده. فخلينا ننزله وهنروح على آخر مشهد. هنمسح ده وهنمسح البرومت ده. خلينا نضيف آخر صورة اللي هي دي، ونروح لشات جي بي تي تاني وناخد اخر برومبت اللي هو ده، صورة الكان المضاء من الجنب او الجانب يعني. خلينا ناخد البرومبت كوبي ونرجع لرانوي ونحط البرومبت هنا وجنريت. فدي النتيجة، خلينا نشوف. لا جامد بجد، جامد قوي. يعني ايه الحلاوة دي؟ النتائج بصراحة عجباني قوي وانا مبسوط جدا من النتائج دي. فاضل بقى اخر خطوة ان احنا نجمع المشاهد دي في فيديو واحد مع ساوند افكتس بقى، اكابيلا طبعا، موسيقى حرام، وترانزيشنز بقى والحاجات دي. فدي حاجة طبعا انا مش محتاج ان انا اشرحها لان دي يعني حاجات بيزكس قوي في المونتاج، وانا عامل كورسات كتير على يوتيوب. لو مش عارف ازاي تعمل حاجة زي كده فتقدر تسمعهم وهتعمل حاجات قوية جدا. فدي النتيجة برضو النهائية اللي انا وصلت لها. فخلينا نشوفها كده. طيب كده زي الفل وكل حاجة بالنسبة ان انت ترسم مشهد وتعمله من الصفر. ازاي بقى ان انا لو ما بحبش الرسم اصلا اعمل اعلان زي كده؟ اكيد مش نسيك يعني، هقول لك ازاي.
هتروح لبنترست، كينج الريفرنس وكينج التغذيه البصريه. فانا فتحت بنترست وبحثت بحاجات زي مثلا بوسترز، كنت باحث برضو بكوفي شوب ادز بحيث يطلع لنا حاجات لها علاقه بالكوفي وكده، بس هو طلع لي شيبسي في كام نتيجه كده. انا فتحتهم في تاب لوحدها عشان عجبتني، انا هستخدم دي ودي. فهي طبعا بتنزل الصوره، خلينا نحفظها هنا، ودي نفس الكلام هنحفظها هنا. طيب الفكره بكل بساطه ان انت هتخلي شات جي بي تي يحاول يغير في الصوره دي شويه ويبدل لك البرودكت ده لاي برودكت انت عايزه تاني، اي منتج تاني. فانا مثلا هبدل البرودكت بتاع الشيبسي ده لمثلا مشروب زي سبيرو سباتس لانه حاجه مصريه يعني، فهبدله بيه. فعموما انا نزلت الصوره دي، الصوره الكواليتي بتاعتها عاليه نسبيا يعني، والخلفيه بيضه، فهتبقى سهل شات جي بي تي يعرف يبدل البرودكت ده بالبرودكت التاني اللي كان في الصوره، هيبقى شايف التفاصيل. فهنحدد الصورتين دولت، الصوره بتاعت الشيبسي دي والصوره بتاعت سبيروس فاتس، وهتبعتهم كده لشات جي بي تي، وهنقول له مثلا غير صوره منتج الشيبسي لصوره منتج سبيروس فاتس مع الحفاظ على تفاصيل والتكست اللي على المنتج. واقول له مثلا برضو اتعامل كأنك تيم شغال في شركة بميزانية $10,000 مثلا، وابعت له الكلام ده واستنى بقى النتيجة الكارثية اللي هو طلعها. يعني اختصارا للوقت، دي النتيجة اللي هو طلعها كده قبل وكده بعد. طبعا نتيجة حلوة جدا جدا. هتعمل بقى نفس الخطوات، هتبعت الصورة دي لشات جي بي تي وهتقول له اكتب لي برومت بحيث احول الصورة دي لفيديو، وهستخدم موقع رانواي، وهتدخل الصورة دي على رانواي وهتكتب له البرومت اللي هيطلعه شات جي بي تي وهيعمل لك الفيديو بتاعك. فانا عملت الفيديو ده بجد حلو جدا وفي خطوات بسيطة، مش محتاج حاجة يعني. طيب خلينا نروح للصورة التانية اللي هي دي الفكرة اللي جات لي ان انا اغير صورة الشيبسي دي لصورة اي منتج قهوة. فاغير الصورة بتاعت او المنتج بتاع الشيبسي ده للمنتج بتاع القهوة بتاع ابو عوف، وبدل البطاطس دي هخلي فيه قهوة كده. هتقول لي ازاي قهوة تحت الارض؟ هقول لك والله مش عارف، بس هي الفكرة جات لي كده. طبعا استخدم اللي انت عايزه وحط اي برودكت انت عايزه، انا بحاول بس اوصل لك الفكرة. فانا نزلت الصورة بتاعت منتج ابو عوف اللي هو ده، ونفس الكلام هحدد الصورتين وهبعتهم برضو لشات جي بي تي واقول له نفس البرومت، غير صورة منتج الشيبسي لصورة منتج القهوة مع الحفاظ على التفاصيل وخاصة التكست. ونفس النظام برضو ممكن اقول له تعامل كأنك شغال مع تيم بميزانية $10,000. يعني دي مش مهمة قوي، بس أنا بحس لما بضيفها يعني بيبقى عنده ذمة شوية في التصميم. بس في مشكلة ساعات شات جي بي تي بيبوظها، وهي التكست اللي على المنتج ساعات بيخرف قوي في الموضوع ده. فخلينا برضو كده نبعت له ونشوف النتيجة اللي هيعملها. دي النتيجة اللي هو خلصها. يعني في شوية لخبطة في التكست صراحة، يعني هنا مكتوب غامق سامة فتحبسنا الله يخرب بيتك، هي المفروض غامق سادة، هو ساعات بيلخبط في التكست. فعموما الحاجات دي ممكن تتظبط عادي على فوتوشوب. هتاخد الصورة دي وهتبدل الجزء ده مكان الجزء ده وهتعمل له دمج كألوان يعني وإضاءة والكلام ده. وأصلا فوتوشوب بالتحديث الأخير بقى لما بتضيف صورة بيدمج لك الألوان والإضاءة والكلام ده أوتوماتيك. فلو عايزين شرح عنه اكتبوا لي في الكومنتس. هبعت له برضو الصورة دي واقول له اكتب لي برومت اني احرك الصورة دي احولها لفيديو، وهستخدم برضو موقع رانوي عشان احولها لفيديو. فطبعا اختصارا للوقت انا عملت كل الكلام ده، بعت له الصورة وخدت منه البرومت وحطيتها على رانوي وكمان حولتها لفيديو، ودي كانت النتيجة. وبرضه مش عارف لو شجره القهوه اصلا ده ورقها او لا. عموما كل التفاصيل دي انت تقدر تغيرها عادي. لو بعت تاني لشات جي بي تي وقلت له غير لي البرومت اللي هو بتاع ران واي اللي انت حركت بيه الصوره حولتها لفيديو، فاكتب له التفاصيل اللي انت عايزها. لو مثلا عايز تشيل الورق الشجر ده وتحط مكانه اي حاجه، عايز مثلا المنتج ان هو يفتح كده ويطلع منه قهوه، دي كانت فكره تانية برضه كنت عايز اعملها، بس بصراحه الكريدتس خلصت فكسلت اعمل اكونت تاني. فممكن تخليه يعمل اللي انت عايزه. ودلوقتي بقى انا هقول لك ازاي تجيب عميل وتقفل معاه صفقه خطوه بخطوه. اول حاجه استنى تعمل ايه؟ انا بقى اللي بجد هقول لك ازاي تجيب عميل وتقفل مع صفقه، عشان بعد ما تكون اتعلمت السكيل لو انت ما بتعرفش تبيعها فمالهاش اي قيمه. انا قدرت ادرب الاف الفريلانسرز في الوطن العربي واعلمهم ازاي يجيبوا عميل ويحققوا اول دخل بالدولار من بيتهم.
بس لازم تفهم حاجه مهمه قوي، اي صاحب بيزنس بيبقى عنده مشكله وهو ما عندوش وقت بس عايز نتيجه، وعشان يقدر يشتري وقته بيدفع فلوس لحد هيفيده بخبرته ووقته. وهنا بيجي دورك كفريلانسر، انك هتحل مشكله العميل وتوفر عليه وقت. واللي احمد شرحه لك في الفيديو كله حاجه ممكن تستفاد بيها، انك تعرف تقفل الصفقه بكل سهوله. وهو انا الشخص بدل ما يروح يدفع $5000 عشان حد يعمل له اعلان، تصوير، سكريبت رايتنج، اديتنج، انت هتعمل له كل الكلام ده بالاي اي، ومن غير ما تاخد منه نفس الثمن وفي وقت اقل كمان. وهتقدم الخدمات دي لاكتر 3 اماكن برجحهم لك، اللي هي براندات اللبس، براندات القهوه، ورواد الاعمال اللي عندهم شركات. بس عشان تقنع العميل بحاجه زي كده لازم تبين له الار او اي، اللي هو العائد على الاستثمار. انك تقول له بدل ما كنت هتدفع $5000 لشركه وهتاخد وقت في التصوير، السكريبتنج، الايديتنج، انا هعمل لك كل الكلام ده في نص الوقت وبسعر اقل بكتير من اللي كنت هتدفعه. ولازم تركز على القيمه اللي هتوصل له، اللي هي تكلفه اقل، وقت اقل، ومبيعات اكتر. دي الحاجه اللي اي بيزنس اونر بيفكر فيها لما بيتعامل مع حد بيعمل له اعلان او بيقدم له سيرفيس عاديه. وما تبيعش الموضوع ان هو فيديو لطيف كده بيتعمل له ايديتنج بالاي اي والكلام ده كله، بيعه انه اعلان هيزود له مبيعات في الشركه عنده. ولازم تركز على الاوفر او العرض بتاعك، وانك مثلا هتسلمه 20 ثانيه كنسخه مبدئيه من الاعلان، وهتسلمه النسخه الاساسيه من الاعلان بعد التعديلات، وهتتاكد ان النسخه دي مناسبه لجمهوره المستهدف. وزي ما قلت لك انت بتبين له ان هامش الربح بتاعه هيعلى، لانه هيصرف فلوس اقل وهياخد نتيجه هي او احسن كمان. طب هتوصل للعميل ده ازاي؟ عندك 3 اماكن لازم تركز عليهم: انستجرام، تيك توك، ولينكدين. انستجرام هتدور على هاشتاجات زي كوفي شوب، كوفي ايجيبت، روستري، ستريت وير، كلوذنج براند. فالهاشتاجات دي هتوصلك لبراندات حقيقيه واغلبهم اكيد هيكون محتاج اعلانات. تيك توك مثلا انت ممكن تبحث بكلوذنج براند، لوكال براند، كوفي ايجيبت، فهتوصل لناس محتاجين اعلانات. لينكدين بقى ممكن تفلتر مثلا على اي كوميرس مانجر، ماركتنج مانجر، فاوندر، وتحدد اللوكيشن بتاعهم، انه مثلا يكونوا في السعوديه، في الكويت، في مصر مثلا. فبكل بساطه هنا انت وصلت للاماكن دي. بس شطارتك هنا انك تختار الناس اللي انت حاسس ان هم هيحتاجوك، يعني تتاكد مثلا ان هم عليهم طلب، ان هم بيقدموا منتج كويس، ان هم معاهم البادجت ان هم يدفعوا لك فلوس كويسه في اعلان. وبعد ما تجمع الناس دي في اكسل شيت، ابعت لهم تمبلت الرساله اللي انا جهزته لك مخصوص، واللي حرفيا كل الناس اللي استخدمته كان كل 5 رسائل بتفتح منهم من 3 ل 4 رسائل، يعني نسبه اعلى من اي رساله بتتبعت. هتلاقي لينك الرساله دي في الديسكربشن. هتلاقي في الرساله دي في برانشز كتير قوي لازم تغيرها على حسب العميل اللي انت داخله. وبعد ما تبعت الرساله دي هتطلب من الكلاينت ان هو يدخل معاك كول مدتها من 10 ل 15 دقيقه. هدف المكالمه دي انك تعرف المشاكل اللي جمهور المستهدف بيمر بيها، الهدف من الاعلان، والبوزيشننج بتاع البراند. وبعد ما تعرف الكلام ده كله هتجمع الداتا دي وهتبتدي تقول له انت ازاي هتقدر تساعده. خلي بالكم هدف المكالمه دي مش ان انت داخل تبيع له، ولكن انت بتجمع بيانات وبتشوف هل انت هتقدر تساعده ولا لا. ولو مش هتقدر خلاص قول له انك مش هتقدر تساعده، ولو عندك نصيحه قولها له عشان تكسب ثقته، وممكن هو يرجحك لحد تاني. وفي حاله ان انت هتقدر تساعده فيبتدي يشرح له ازاي ان انت تخلي الاعلان ده يوصل بشكل مختلف ويحقق نتائج كبيره جدا، واشرح له الستبس اللي انت هتمشي بيها عشان توصل له الاعلان للحاجه النهائيه. زي مثلا ان انت هتعمل له اول حاجه فيديو 20 ثانيه في نموذج مبدئي للاعلان، وتاخد رايه، وبعد كده تعمل له اعلان كامل. وممكن تاخد نص الفلوس قبل ونص الفلوس بعد. الكلام ده في البدايه، لكن بعد كده انت هتاخد فلوسك كلها قبل ما تبدا. وطبعا في نص المكالمه هتلاقي اوبجكشنز كتير زي سعرك غالي، افكر واقول لك، هسال مراتي واقول لك. فطبعا كل الاوبجكشنز دي انا علمتك ازاي ترد عليها في البرنامج التدريبي. طب تعمل ايه لو انت عمرك ما عملت اعلانات وما عندكش بورتفوليو في الموضوع ده؟ ناس كتير جدا هتختلف معايا في الموضوع ده، بس دي الحقيقه، ودي اسهل طريقه هتساعدك ان انت تشتغل مع ناس وتدفع لك سعر كويس، وهي انك تشتغل ببلاش. الناس مش هيعجبها الكلام ده يا احمد. انا مش بقول لك اشتغل مجاني طول الوقت، ولكن انت على الاقل في البدايه لازم تشتغل مجانا عشان خاطر يبقى عندك شغل ملموس تقدر توريه للعملاء وتشتغل معاهم. فاللي انصحك تعمله في البدايه هي انك تعمل فيديو اعلان لنفسك وتنزله على انستجرام وتيك توك ولينكدين، وبعد كده تدور على براندات عايز تشتغل معاها وتعمل لكل براند اعلان مجاني. فبكده تبقى انت ضربت عصفورين بحجر، بنيت لنفسك بورتفوليو ونزلته على انستجرام وتيك توك عندك، وفي نفس الوقت بعت رسائل فيها فيديوهات مجانيه او اعلانات مجانيه للعملاء بتوعك، وهم كده هيكتسبوا ثقه وهيشتغلوا معاك فورا. وصدقوني دي احسن طريقه عشان تشتغل بيها مع عملاء، انك تقدم قيمه مجانيه، ودي اللي اغلب الناس في البرنامج التدريبي عندنا قدروا يعملوها عشان يجيبوا عملاء. اول عميل بقى تشتغل معاه ممكن تشتغل معاه اول كذا اعلان مجانا، وبعد كده تبدا تاخد منه فلوس او تخليه يعمل لك فيديو تستمونيال عشان خاطر تقدر توري الفيديو ده للعملاء القادمين. وبكده انا اكون شرحت لك باختصار احسن طريقه تجيب بيها عملاء. بس لو عايز شرح بالتفصيل هتلاقي في كورس مدته 50 دقيقه على يوتيوب عملته لك عشان اعلمك ازاي تجيب عميل بكل سهوله. بس كده، يعني الموضوع بسيط وما بياخدش وقت، وصدقني حاجات زي كده ممكن تدفع عليها ارقام كبيره جدا. وما تنساش بقى انك تشترك في القناه، لان نسبه كبيره جدا من اللي بتشوف الفيديوهات للاسف مش عاملين سبسكرايب. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.